السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو كده بسيط وخفيف، هنعمل مع بعض التلاجة وتنظيف التلاجة بقى. دخل علينا رمضان، كل سنة وانتم طيبين. يعني انا هنا بصراحة كنت فضيت الرفوف دي وغسلتها كلها وسبتها كده تتصفى، وكمان دخلت على الديب فريزر كده، فضيت الدرجين دول هما اللي لقيتهم فيه مش نضاف، واتعملوا واتغسلوا كلهم يعني. هنا عمر كان بيشرح لكم احنا عملنا ايه، عمال يقول نضفنا هنا وغسلنا هنا وكده يعني. المهم ان انا ما حبيتش اجيب كل الحاجات دي معاكم، جبت كده هو كده انا غسلتها خلاص. عايزه اقول لكم ان الجو يومها كان برد قوي قوي بصراحه، وانا ما قدرتش، فانا حطيت كده طبق فيه ميه سخنه وخل وصابون عادي، سائل مواعين عادي وخل وميه بس، وغسلت بقى الباب والغسالة التلاجة نفسها كلها من جوه والفريزر وكل حاجة، وظبطت كده الدنيا. وبقيت جايبة طبق جنبي كده فيه مية نظيفة طبق كده فيه مية نظيفة وفوطة نظيفة برضو، وبقيت ألمع وأغسل الفوطة تاني وألمع بيها لحد ايه ما نطفت، وبعدين نشفتها. وطبعا اتعملت من فوق، وبرضو ده كله نزل واتغسل وكل حاجة فوق اتغسلت. وعايزة اقول لكم كمان ان انا كنت جراهم كده من في نص المطبخ، وعملت من وراهم بالمقشة كده والاريال، وبرضو وجريت بالمساحة وظبطت كل الدنيا. ليه ما صورتش كل الحاجات دي؟ عايزه اقول لكم ان اليوم ده كان برد قوي قوي، طبعا باين على ان انا لابسه حاجات تقيله برضو، بس ما قدرتش بصراحه اصور كل ده. قلت ايه اجيب معاكم الايه الحاجات المهمه يعني. المهم ان انا غسلتهم وصفتهم كويس، وبعد ما عملت التلاجة وتصفت كويس ونشفتها قصدي كويس، جبت بقى الارفف والحاجه عشان نرص الحاجه بتاعتنا. عندي التلاجة كانت فاضيه خالص، نزلت جبت شويه خضار بساط كده، وجبت لهم جبن وسلامي وحاجات كده حطيتها في التلاجة. بس عايزه انزل اكمل يعني، لسه ما جبتش بقيه الحاجه. المهم انا جبت شويه حاجات بسيطه كده، وهنرص طبعا التلاجة مع بعض. وايه احسن حاجه بسطاني في التلاجة ان هي فضيت بصراحه، وانا فاتحاها كده وبعد ما اترصت كده برضو شايفاها خفيفه كده قدامي، حسها فاضيه كده وسهله ان هي تتعمل في اي وقت. المهم انا هنا كده ركبت الارفف وبتاعه الفريزر وكله. الديب فريزر عندي كان نضيف، ما كانش في حاجه عايزه تتعمل غير ايه بس هما درجين لقيتهم كده، كان فيهم طماطم يعني صلصه عاملاها وكده، وما كانش ايه ما كانوش نضاف، فانا فضيتهم. وعايزه اقول لكم فضيت كل الحاجه اللي في الفريزر اللي هنا نقلتها هناك، وقلت اسيب ده احط فيه عيش، ساعات ببقى جايبه لبن، المهم احط فيه الحاجات البسيطه يعني، لانه كان فيه خضار كتير وفلفل الوان وقلقاس وبسله وحاجات كتير. المهم ان انا نقلتهم في الفريزر التاني. اول درجين في الفريزر مليتهم، وسبت الدرجين دول بقى اما انزل اجيب طلبات الشهر وعايزه اجيب طماطم عشان نسبكها وكده ونحطها بقى عشان رمضان وما نبقاش نقف في المطبخ كتير يعني. المهم انا هنا كده ركبت كل الحاجه. البتاعه دي بتتعبني قوي وانا بركبها، بس هي ايه انا برتاح لما بخلعهم بصراحه وادعكهم كده واسيبهم يصفوا احسن ما اقعد اغسلهم هم موجودين يعني، ما برتاحش كده. المهم انا حطيت العيش، وده كيس كان فيه زيتون كده، وسبتهم هنا. بصراحه سبت الزيتون بره كده علشان هطلعه الصبح، وكانوا طالبين بيتزا، كنت جايبه لهم حاجه يعني وهعمل لهم بيتزا الصبح. هنا رتبت بقيه الرفوف، وهركب بقيه الرفوف كلها هنركب بقية الرفوف في التلاجة يعني ونظبطها كده مع بعض. انا غسلت بصوا التلاجة من فوق، كل اللي عليها نزل واتغسل واتظبط، ومن ورا السيراميك اللي وراها كله والارضيه، وبصوا كل حاجه والله. بس انا ما قدرتش اصور الصراحه، كانت الدنيا تلج وساقعه قوي. فانا ايه يعني بس بشجعكم وبقول لكم انا عملت ايه وابتديت بايه في المطبخ، علشان تعملوا ايه اي حاجه وراكم تقوموا يعني وتعملوها. المهم ان انا دلوقتي ابتديت في المطبخ بالركن ده بس، يعني ما بقيتش اعمل المطبخ. الاول كنت بعمل المطبخ كله مره واحده، فكنت بحس ان انا بتعب فيه قوي وما بقدرش اتحرك بعديها يومين 3 مثلا يعني، كتير على الواحده ان هي تعمل تلاجة وفريزر وسيراميك كله، والمطبخ جوه وبره والشباك والشفاط وورا البوتاجاز والبوتاجاز وكل ده كتير بصراحه. المهم ان انا قسمتهم كده، خدت التلاجة والفريزر كده والحته اللي وراهم في يوم، وكل يوم هقسم المطبخ اعمل فيه حاجه. اليوم اللي هبقى قادره فيه اعمل فيه حاجه هعملها برضو. لسه هنعمل البوتاجاز، وورا البوتاجاز والشباك والشفاط عاوزين برضو يتعملوا.
طبعا كلكم عارفين ان انا ما عنديش مطبخ، يعني في المطبخ كبير، فما ما مش ما فيش حاجة تتعمل فيه، يعني هو مرصوص من جوه الحاجات على قده وخلاص على كده. المهم اللي هيتعمل معايا البوتاجاز والظهر بتاع البوتاجاز والشفاط والشباك، بس كده هم دول اللي فاضلين. بس كده. هنا بقى برتب الحاجات اللي في الباب. عايزه اقول لكم طلعت كميه ادويه من التلاجة، اللي فيها شويه واللي فيها معلقه واللي صلاحيتها منتهيه. بصوا صفيت التلاجة كده، ما خليتش فيها غير الحاجات الايه اللي لسه جديده يعني في الادويه وكده وتنفع. بس كده. هرص بقى، هنجيب بقى الحاجه كلها ونرصها. عايزه اقول لكم ان انا يومها كمان ما قدرتش افضي الجبن ولا افضي اللبن ولا حتى اغلي اللبن ولا اي حاجه. هنا بدوس على الزرار بتاع اللمبه عشان تنور، باين عليها مش شغاله، فهخلي بس حد يشوفها كده ونشغلها. هنا حطيت المستردة ديت ونشا وشوية توابل بحطها في باب التلاجة زي الكزبرة والحاجات دي. المهم هنا بقى دي الحاجات اللي انا كنت جايباها وانا طالعة وانا بجيب الخضار. جبت الجبن دي معايا، وجبت لبن، وجبت خضار، جبت طماطم كده وجزر وبتنجان وفلفل. المهم جبت اللي انا محتاجاه بس. وطبعا جبت بطاطس بس كانت بره. وهنا هرص بقى الادويه كده. بصوا عايزه اقول لكم دي ميه ورد بفضل حطاها في التلاجة على طول، بحب اعمل بيها وشي يعني، وهي ساقعه كده بتبقى جميله قوي على البشره. هنا رصيت كل الادويه والحاجات اللي ليها لازمه بس خليتها، واي حاجه تاني ملهاش لازمه حاجه ملهاش، اي حاجه ملهاش لازمه عندي رميتها، وخليت بس الحاجات اللي انا محتاجاها. حسيت الباب خفيف كده ومفيش اي حاجه تقيله عليه، و... والتلاجة وهي فاضية وبسيطة كده عجباني قوي، عايزاها تفضل كده على طول. المهم دي الطماطم والبتنجان والفلفل والحاجة رصيتها، ورصيت بقيه وهو اللبن. والله بقى عايزه اقول لكم ان انا ما غليتوش يومها، كنت انا على بال ما خلصت كنت تلجت في حاجات كتير دي فانيليا اللي هي السايله دي، اول مره اجيبها واجربها، اسمها دوبيلا بيتهيألي او حاجه كده. بس عايزه اقول لكم تحفه تحفه، احسن 100 مره من اللي هي الفانيليا الاكياس الصغيره دي. بس دي حاجات كانت موجوده عندي اصلا في التلاجة. بس المهم ايه، كملت شفت الحاجات اللي انا محتاجاها بس واشتريتها النهارده، ونكمل حاجتنا بقى التانية. خدي كل يوم حاجة كده اعمليها وما تكتريش على نفسك يعني. ده برغل، ودي الخلطة اللي هي بتاعت الفراخ المقرمشة، وده كيس فيجيتار كده كنت فاتحاه. المهم ما رضيتش افضيهم في حاجه عشان فيهم شويات صغيرين، يعني قلت استخدمهم الاول وخلاص على كده، مش مستاهلين ان هم يتفضوا. واليوم ده برضه غسلت سجادة المطبخ وخدت سجادة من الطرقة واحدة بس مشاية وغسلتها، عشان انا عندي في الطرقة حاطة 3 مع بعض، ما قدرتش طبعا اعملهم في يوم واحد. برضه السجاد والمشيات والحاجة دي هاخد كل يوم كده حاجة. ما تكتريش على نفسك ولا اي حاجة. بصوا هم دول برضه، بقول لكم الجو كان تلج فما قدرتش اصور بصراحة. انا غسلتهم كلهم طبعا وشطفتهم وسبتهم كده يصفوا لحد الصبح. عايزه يا رب بس لو الفيديو يعجبكم تحطوا لي لايك، واللي اشترك في القناه يكتب لي تعليق حلو، ولو ما اشتركتيش طبعا اشتركي. بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.